الحب ماشي غير كلمة تتقال. الحب سهم يشق القلوب واعتبر فق الروح. وانا وانا غير مرسول. مرحبا بكم الخوت، وجدوا راسكم وممكن تحط التليفون وتسمع مزيان للقصة اللي غادي نعاود ليك، لعل وعسى تخلي في قلبك أثر إيجابي ينفعك وينفعني تا أنا. نبداو القصة. أنا اسمي أحمد، فتحت عيني في واحد الدوار نواحي مدينة الحاجب. طبعا أنا من أسرة فقيرة جدا، ما كاين والو الخوت، القضية محرودة. الوالد ما عنده حتى حاجة، غير كيتقاتل مع الوقت وصافي. كيخدم بالشورني مع واحد الإقطاعي عندنا في البلاد، وهو السبب اللي به غادي تقلب حياتي السفاهة على علاها. كما قلت لكم، الوالد راجل درويش، راجل أمازيغي أصيل، نفسه حار وما كيرضاش رغم الفقر اللي تفرض عليه فرضا، إلا أنه غني النفس وعزيز الجانب. الوالد التعليم ديالو بسيط، لكن كيكافح باش أنا وخوتي نخدمو ونعوضو على داك الشي كامل اللي ما قدرش هو يحققو، أو أن الأقدار منعاتو يديرو. لهذا هو موفر لينا جميع الأسباب باش حنا نواصلوا المسار ديالنا. في هاد القرية اللي أنا عايش فيها كاين واحد الراجل ظالم، وهو اللي هضرت لكم عليه في الأول. وقتاش ما كنشوفو كنكحل بالعمى، ما كنحملوش. شخص خبيث والشر كيفور من عينيه، وقادر يدير أي حاجة باش يوصل داك الشي اللي هو باغي. الحاجة اللي شافها كيقول ديالو، وأي حاجة باغي يسيطر عليها. أنا الخوت، الأسرة ديالي بالنسبة لي هي كل شي في هاد الدنيا، وخواتاتي البنات عندي عزاز بزاف، وعلاقتي بهم وطيدة، واللي مستهم بالشر ما نعقلش عليه. ممكن نولي وحش ضاري في لحظة واحدة. بغيت نرتاح شوية. واحد النهار الخوت غادي نكتشف شيء خلاني فحال شي بركان طاير. تعصرت بزاف والدنيا ظلامت في عيني، وليت فحال شي طور هايج. دخلت للدار قبل المغرب بشوية، ولقيت وجه الشر جالس في قلب الدار مع الوالد. والوالد حاني راسو، شفت فيه شوفة ديال راني ما حاملكش، وهو يقول لي: سي احمد، راه حنا قريب نوليو نساب ان شاء الله. كيفاش نساب؟ شنو كيقول هاد وجه النحس عاوتاني؟ واش انا كنحلم ولا هاد الشي بصح؟ بقيت كنتكلم في الكلمه اللي قال، وهو يقول لي: سي احمد، راك من هاد الساعه نسيبي واحد من العائله، والحاجه اللي تفتح عليها فمك مرحبا، واللي تقالت عليك خفافت عليا. راه حنا ماشي برانيين. تلفت عند الوالد وانا نقول ليه: الوالد، ممكن تقول لي شنو واقع هنا؟ راني ما فاهم والو. الوالد ما لقى ما يقول. سمحت فيهم ودخلت لداخل. لقيت الوالدة جالسة هي واختي كيبكيو، والجو حزين وكئيب. وناري شي حد يفهمني شنو واقع في هاد الدار. بلاتي وانا نفهم. الوحش جاي يخطب الاخت ديالي الكبيره، ولكن هذه ماشي الدخله ديال واحد جاي يخطب. هذه الحاله ديال واحد جاي يتزوج بالزز، وتحد ما قادر يوقف في وجهه، وكأن التزويجه مفروضه ولا هرب منها. خرجت من الدار كنجري، وفي قلبي شعل النار. هادشي ما يمكنش يوقع وانا حي. اختي
تزوج بهاد الوحش. ولكن قبل هادشي كامل ضروري خاصني نعرف التفاصيل ديال هاد الزواج المشؤوم، كيفاش وعلاش وشنو اللي موراه. ضروري كاين شي سر غامض خاصني نكتشفو ونعرف حقيقته. قررت انني نقبل بهذا الزواج ونبين للوالد انني قابل، غير باش نفهم القضية كاملة. وهادشي هو اللي غادي يجعلني نضرب ضربتي ونفديها متنية متلتة وحالف بحلوفي هاد التزويجة لا كملات. المهم الخوت، انا ما بغيتش نتسرع وانني ندير شي خطوة بلا ما ندرسها. فاش رجعت للدار لقيت الوحش مشى، ما هضرت مع حتى واحد، ودخلت لبيتي وبقيت كنفكر. دازت شي 4 شهور او كتر على هاد الواقعة، حتى لواحد النهار وانا جالس جنب الواد قدام البراكة ديال حمو هو واحد البوهالي في الدوار من النهار اللي عقلت عليه هو ساكن في داك البراكة. فجأة كنسمع حمو كيناديني، او هادشي ما عمره وقع. كيفاش حمو كينادي عليا وكيعرفني؟ العجب. حمد ولد الطوف، اجي كاين كاس ديال اتاي عندي، اجي تشربوا معايا. ما تيقتش هاد المشهد. قررت نستجب للدعوة ديال حمو. على العموم هو راجل مسالم. وصلت لباب البراكة وعطاني كرسي وجاب طبيلة صغيرة وحطها قدامي وحط عليها الصينية فيها براد ديال اتاي وجوج كيسان. بقى كيقلب ويشقلب وهو يقول شي كلام ما فهمت منه والو. كلام زوين ولكن ما مفهومش، كلام حزين وفيه ألم، كيروي قصة مأساوية. شوية علا صوتو بالجهد وبدا كيغني أغنية حزينة اللي فهمت منها أنها قصة ديال الدوار ديالنا اللي كانت فيه واحد البنت زوينة قتلها الحب. هادشي اللي فهمت، حيت الشلحة اللي كيغني بها حمو صعيبة وفيها كلمات قدام حنا الجيل ديال اليوم ما بقيناش كنستعملوهم، وبالتالي ما كنفهموش داك الشلحة القديمة المعتقة. حط لي حمو الكاس وهو يقول لي انت هو الامل اللي جاي، انت هو النور اللي ساطع والشمعة اللي لازم تشعلها، وداك السدرة اللي نابتة وسط الدوار لازم تقتلها، والشوك اللي غزا البلاد خاصك تحرقو. بقيت غير جالس وما فاهم والو. شنو كيقول حمو؟ وهو يعاود يشوف فيا ويقول مرة أخرى، الحب ماشي غير كلمات تقال، الحب سهم يشق القلوب وعذاب يرافق الروح. وانا غير مرسول من عالم العشاق، نبلغ الكلام ونحكي القصص ونضرب المعاني. ما انا غير بوهالي عايم في الطرقان، مالي والي ومالي تالي. حسيت بحمو باللي راه باغي يوصل ليا شي رسالة وما قادرش يقولها نيشان. كيحاول يلعب على الذكاء ديالي، وفي لحظة قلت مع راسي السيد غير بوهالي، وعزيز عليه يدندن وينضم الكلام. ولكن هيهات السيد انتفض من بلاصتو وهاج وبدا كيغوت وكيقول بصوت عالي، سفاح قاطع الارزاق،
قتال الأرواح، سفاح قاطع الأرزاق، قتال الأرواح، سفاح قاطع الأرزاق، قتال الأرواح. القصة مازال طويلة، نتلاقاو في الحلقة الجاية.